السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بكم. إن شاء الله. موضوع الحلقة دي عن علاج بيخفف كل أعراض البرد عند الأطفال، زي الرشح والزكام والكحة. ممكن برضو احمرار العينين وأعراض كتير. وأنا لما أرشح منتج عن آخر لازم المنتج اللي برشحه ده بيكون بتوفر فيه 4 شروط. اول حاجة انه بيكون effective يعني فعال. تاني حاجة بيكون له اقل سايد افكت يعني اقل اعراض جانبية مقارنة بمثايله في السوق. تالت حاجة لازم بيكون من انتاج شركة محترمة من الشركات المحترمة. رابع حاجة لازم بيكون سعره في متناول الجميع مقارنة بمثايله في السوق. طبعا في الصورة ده ظهر قدام حضراتكم ده تليفاست شراب. ده بيستخدم في ايه؟ ده بيتميز بأكثر من ميزة. ده من أفضل الأدوية على الإطلاق في علاج البرد. آمن جدا في السن الصغير، يعني لو أنا عندي طفل عنده شهرين أو 3 أو 4 لغاية 4 سنين ندي دواء التليفاست ده عادي جدا. رقم 3 بيتميز إن هو افكتيف جدا أو فعال جدا. رقم 4 بيستخدم في معالجة جميع أعراض البرد بلا استثناء. رقم 5 بيتميز برضو انه غير مقتصر على اعراض الحساسية بتاعة الانف والاعراض بتاعة البرد فقط، لكن يستخدم ايضا في حالات الارتكارية اللي هي الحساسية الجلدية او الاكزيما، وكل اعراض احمرار الجلد وتهيج الجلد. المادة الفعالة في التلفاست هي الفيكسوفينادين زي ما مكتوب برضو قدامنا على العلبة. تمام. الفيكسوفينادين دي من افضل المواد اللي تستخدم في معالجة الحساسية، او اللي هي بنقول عليها انتي هيستامينيك او انتي اليرجيك المضادة للحساسية. مادة الفيكسوفينادين تستخدم في علاج اعراض الحساسية بكل انواعها، زي حكة الانف، الرشح، الزكام، دموع العين، الاطفال اللي عندها حساسية في الانف. وبرضو ألم في الأذن الوسطى، أو ألم زي ما قلنا في الأذن الوسطى وعامل اوتيتس ميديا، عامل التهاب في الأذن الوسطى. أو مثلا عند طفل دايما أحس مناخيره مسيلة باستمرار، يستخدم التلفاز في جميع الأعراض دي، بيكون افكتيف وممتاز جدا. بيستخدم أيضا في تخفيف أعراض حساسية الصدر، وده راجع لمادة الفيكسوفينادين، لأن المادة دي من أفضل المواد اللي تستخدم as antihistaminic. بتستخدم أيضا في معالجة أعراض حساسية الجلد كلها زي ما قلنا الإكزيما، حمى القش، معالجة جميع أعراض المتسببة فيها نزلات البرد، خاصة في السيزون اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. وآمن جدا طبعا في السن الصغير، لان طبعا في السن الصغير مش اي شيء انا اوصفه. لذلك تليفاست شراب ده امن جدا في السن الصغير، واقدر اديه بنسبة امان كبيرة جدا. وكمان الدوز بتاعته بتكون امنة. طيب بالمناسبة الدوز بتاعته ايه يا دكتور؟ لو انا هدي لطفل صغير من سن 6 شهور كده مثلا، هو بيستخدم قبل، وبيستخدم هو طبعا قبل كده، يعني بيستخدم بيكون شهرين او 3 برضو مفيش مشاكل. فاحنا نقول مثلا من شهرين او 3 لحد سنة، ندي 3 سنتي once daily، يعني مرة واحدة في اليوم، جرعة واحدة فقط يوميا 3 سنتي مساء. من سن سنة ل3 سنين 4 سنتي مساء برضو مرة واحدة. طيب مثلا من 4 سنين لحد 6 سنين هندي 6 سنتي مساء. تمام. طيب من سن 10 سنين ل14 سنة هندي من 8 ل10 سنتي مساء برضو. طيب من 14 سنة ممكن في منه قد منه أقراص عادي، لأن في منه أقراص 120 ملي جرام، وفي منه أقراص 180 ملي جرام. يعني مثلا لغاية 14 سنة ممكن أدي الشراب، تلفاست شراب. طيب تمام، بكل امان واريحيه، والافكتيف بتاعته بتظهر في خلال مثلا ممكن نص ساعه لساعه تاثيره. طبعا تاثيره بيختلف لو الطفل بياخد اي دواء تاني معاه.
لو بياخده مثلا وحده هيختلف لو عن ان هو بيستخدم معاه حاجة تاني. تأثيره بيظهر خلال ساعة وبيديني الافكتيف ممتاز جدا في كل اعراض البرد بلا استثناء، وكل اعراض حساسية الجلد بلا استثناء اللي ذكرناها في الفيديو من شوية. هو افضل يعتبر من افضل الادوية اللي تستخدم في معالجة الاعراض بتاعت البرد والحساسية. وصدقا يعني دواء تليفاست من افضل الادوية اللي انا بوصفها اوتوسي وبطلعها في الصيدلية. وده الاقراص اللي هو 180 ملي، وده نوع الاقراص اللي هو 120 ملي، ويتوصف اوتوسي من غير اي قلق نهائي. تمام. طيب بالنسبة للاعراض الجانبية، ايه الاعراض الجانبية؟ هل يا دكتور ملوش اي اعراض جانبية؟ هو مكتوب عليه نون سيديتيف اللي هي دي، لا يسبب النعاس. تمام. ولكن بيسبب نوع من الاسترخاء الشديد، فالطفل بعد ما بياخد التليفاست شراب في خلال ساعة كده هتبدأ عليه تظهر أعراض إن الطفل عاوز ينام. وبالمناسبة دواء التليفاست شراب ده ب20 جنيه، ومن إنتاج شركة سانوفي فينكس. تمام. وإن شاء الله يا رب أكون قدرت أفيدكم، وما تنسوش شيروا الفيديو عشان نستفيد بيه أكبر قدر من الناس، واعملوا سبسكرايب واشتراك في القناة علشان يصلكم، وفعلوا زر الجرس عشان يصلكم كل جديد أول بأول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.